السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم وتكملة لفيديو زيارة محمود الخطيب بيبو لنادي الزمالك. في حاجة أنا نسيت أقولها وكانت مهمة جدا، نسيت أقولها في الفيديو الأولاني، إن النهاردة في الزيارة مجلس إدارة نادي الزمالك كان سايب كرسي فاضي ومحطوط عليه ورد تذكيرا بوجود وبروح السيد عمرو فاروق الله يرحمه. فكانت حركة ممتازة وجميلة ونبيلة ولفتة رائعة من مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يسيبوا الكرسي جنبيهم فاضي وعليه الورد تذكيرا يعني بروحه الطاهرة، وربنا يرحمه ويغفر له. وأي حاجة فيها إنسانية يا جماعة بنتوقف عندها ولازم نحييها ونشكر مجلس إدارة نادي الزمالك عن اللفتة الطيبة الرائعة دي. حاجة تانية، أنا نفسي إن الزيارة دي تتبلور في حاجتين، يبقى فيها فايدة وفيها نتيجة من حاجتين، يعني يبقى في نتائج فيها إيجابية، غير طبعا روح الحب والود بين المجالس الإدارة الاتنين، برضو يعني الجمهور يا جماعة، ونبذ التعصب، ويبقى فيه يعني نخف بقى على بعض والعصبية تروح والفتنة تروح، وجمهور وشعب واحد وزمالك وأهلي كلهم ناديين عظام. فيا رب الزيارة دي يعني تسفر عن نبذ العنف شوية بين الجمهور، والجمهور يهدى ويرجع، يعني ترجع روح الوئام والحب والأخاء بين الجمهورين. حاجة تانية كمان، يا ريت لو كانوا يقعدوا مع بعض برضو الناديين ويفكروا يحطوا فكرة كده، انه يحطوا سقف لأسعار اللاعبين اللي هي ولعت خالص السنة ب15 و20 و25 مليون للاعب. ده حرام. مفيش لاعب في مصر في الدوري بتاعنا التعبان ده اللي ملوش أي هوية يستاهل 20 مليون و25 مليون في السنة و15 مليون. لو الناديين الكبار دول اتفقوا مع بعض إنهم يحطوا سقف للاعبين وعقودهم، الدنيا هتظبط أكتر والمصاريف هتقل. اخر نقطة بقى واهم نقطة كزملكاوي طبعا، يعني يا ريت حسين لبيب يكون قال لبيبو اخبار غرامة كهرباء ايه. الراجل بقاله سنتين وسنتين ونص بيلعب والغرامة قاعدة تعد، والحسابة بتحسب ووصلت معرفش 2 مليون ونص ولا 2 مليون 2 مليون يورو ونص، والراجل مش بيشخلل حتى ب 100,000 يورو، وقاعد يلعب وهنا ورايح وجاي، بيلعب كل الماتشات افريقيا ودوليا وكأس العالم للأندية. ف يعني المفروض حسين لبيب يقول للبيبو شخلل شوية يا بيبو، كهربا هايص ولايص واحنا يعني ايه ما خدناش ملين. على العموم احنا كلنا سعداء بالزيارة الأخوية الجميلة التاريخية دي. بنحبك يا بيبو، وبنحب النادي الأهلي وبنحترمه وبنحترم جماهيره، واهلا وسهلا بيك في القلعة البيضاء في النادي الملكي. ويا رب الزيارة دي زي ما قلت لكم تثمر عن علاقات طيبة بينهم دايما، وبينهم وبين الجمهور، والدنيا تهدى بقى في مصر، عشان في حاجات مهمة كتيرة جدا عايزين نتكلم عنها وأهم من الكورة يعني. أعزائي المشاهدين، كان معكم المهندس بسام صالح، أشكركم لحسن المتابعة وكل سنة وأنتم طيبين. نشوفكم على خير إن شاء الله. ميرسي.